طاهر أبو زيد على العموم حنشوف المباراة على وشك أن تبدأ وحنوقفها تماما، وهذا الحكم السينيور روميرو بصفر معلنا بداية هذه المباراة بين مصر والولايات المتحدة في ملعب بالو ألتو. إبراهيم اليوسف برجع على حارس مرمى عادل المأمور. هذا إبراهيم اليوسف برجع على عادل المأمور ثاني. مأمور بإيده لربيع ياسين. ربيع ياسين كان متورط في عدة مشاكل على أرض الملعب في مباراته مع إيطاليا، في مباراة مصر مع إيطاليا، وإيطاليا استفزت اللاعبين المصريين، واللاعبين المصريين بسذاجة تجاوبوا مع الاستفزاز وخسروا المباراة. ما كنت بعتقد إنه مصر كانت بتخسر أمام إيطاليا لو إنه ما فقدوا أعصابهم. مجدي عبد الغني بناولها للخطيب هذا، وبتطلع رمي التماس لصالح مصر. رمي التماس لصالح مصر. هون ابراهيم اليوسف لكن عطاها لقدام، وهذا شوقي غريب. ترجع لابراهيم اليوسف. اطلع يا ابراهيم يا ولد. بيقطعها بروس سافيج وبيرجعها للقشاش بتاعهم اللي هو كيفن كرو. طوله 188 سنتي. الدفاع الامريكي قوي يعني طوال القامه. جيف ديرغن بناولها لنمره 8 شيكو بورجيا. هذا شيكو بورجيا لكن بترجع لعادل مأمور. ليش بقول انه ما كان ممكن يعني ايطاليا تغلب مصر لو ما تجاوب بعض اللاعبين المصريين للاستفزاز الايطالي؟ بدليل انه اليوم ايطاليا اللي هزمت مصر وهزمت الولايات المتحده خسرت اليوم امام كوستاريكا بهدف لا شيء. وهذا ستيفن موير واحد من الهدافين الامريكيين بيعطيها لفوكس زميله. يا سلام، حركه حلوه من الامريكان، حركه حلوه. وهذا انجلو دي برناردو نمرة 6. أنجلو دي برناردو عمره 28 سنة، مش طويل كثير، 172 سنتي و72 كيلو وزنه. التكتيك المصري اليوم لازم يكون بهدوء، يلعبوا بهدوء ويلعبوا بفن، وينتصر الأول حماس الفريق الأمريكي الطبيعي اللي بيلعب أمام جمهوره، وبعدين يسلحوهم. هذا المدرج كان فيه اشكال عربيه والله. نمره 3 بديها لنمره 2 اللي هو سافيج. ترجع لسافيج الكوره، ترجع لديرغن. لا نمره 3 جريج تومسون عفوا. هذا هو كيفن كرو رقم 12. هذا اللي طوله 188 سنتيمتر. بتروح من هناك لجريج تومسون. كيفن كرو. جيف ديرغن. جريج تومسون. ديرغن. ديريك ديفيس منه لسافيج، وبيهجموا الامريكان، لكن الدفاع المصري مع محمود الخطيب بيطلعوا الكرة. هذا الطاهر ابو زيد بناولها لشوقي غريب برجعها لوراء لربيع ياسين او بدر حامد، وتمريره لمصطفى عبده بيكسب منها مصطفى. ضربة ركنية لصالح مصر، أول ضربة ركنية في المباراة لصالح مصر بتيجي في الدقيقة الرابعة من بداية المباراة. بتنفذ الضربة الركنية حلوة. طاهر أبو زيد عماد سليمان، لكن ياخذها ديفيد بريتشيك ينفذها للخطيب. الخطيب برجعها لربيع ياسين. ربيع بده يبيع هذا اللي جاي عليه. تطلع الكرة رمي التماس لصالح الولايات المتحدة. ينفذها
كاب رجع لديرجن، برضه ديرجن لكن بيخطفها الطاهر ابو زيد، بحاول يستردها شوقي، تيجي لجريج تومسون منه لسافيج اللي طالع يركض هو نمرة 3 تومسون. الظهير بيحاول تحويلة حلوة الظهير لكن خطرها راح. هذا شيكو بورجيا، يرفع شيكو ويا سلام من الولد هذا جريج تومسون بالراس، صادت الخشب والمدافع اللي كان رايح كان طالع الكرة لكن المدافع حولها منه. هذه يعني يحسب هدف ضد مصر، ساعد في تسجيله لاعب مصري. حنشوف احنا في الإعادة البطيئة الوقت. هذا هو جريج تومسون، صابت الخشب وطالع الكرة لكن اللاعب المندفع هون اللي هو يمكن ابراهيم اليوسف، لا مش ابراهيم اليوسف. هاي من هون حنشوفها من لقطة ثانية. والله من شكله مش عارفه، لازم اشوف النمرة. هدف للا شيء لصالح الولايات المتحدة في الدقيقة 9. عماد سليمان، يلا يا شباب، عماد سليمان لمجدي عبد الغني، مجدي بيسدد من بعيد، بتطلع ضربة مرمى لصالح الولايات المتحدة. الهدف سجل في الدقيقة 8 او الدقيقة 7 لصالح امريكا ولسه بدري. شوقي اخذها فوكس، رجعت لفوكس، فوكس بعت الولد سافيج لقدام. والله الامريكان خطيرين، عم بيلعبوا بحماس وبتكتيك كويس. يجي لسافيج، سافيج مع مجدي، سافيج برجعها لجريج تومسون، بياخدها شيكو بديها لسافيج وسافيج طويلة لكن ابراهيم اليوسف هناك. تيجي لربيع ياسين، ربيع ياسين اداها لنمرة 12 اللي هو طاهر ابو زيد لكن هنا ريك ديفيس، هذا ريك ديفيس الكابتن، وبيطلعها بعدين مجدي وتسديدة من بعيد من الامريكان. هذا جيف ديرجن رقم 4. جيف ديرجن ما كانش في الفريق اللي انهزم من ايطاليا 1-0، اجى محل واحد ثاني وجابوه لانه طويل كثير 183 سم وثقيل وزنه 88 كيلو ونص. يعني الامريكان عينوا دبابات في خط الدفاع بتاعهم. شيكو بورجيا بديها لسافيج لكن بيقطعها عماد سليمان، بيرجع سافيج بياخدها وبيرجعها، بياخدها كيفن كرو هناك، بيعطيها لجريج تومسون هنا، منه لجيف ديرجن هذا الولد الثقيل اللي حكينا عنه. ترجع لنمرة 3 جريج تومسون، منه لكيفن كرو، هذا عمود لاسلكي طوله 188 سنتيمتر كيفن كرو، ونمرة 3 جريج تومسون. حلوة ابراهيم اليوسف للطاهر ابو زيد، منه لشوقي غريب، شوقي غريب طويلة لنمرة 7 مصطفى عبده لكن كيفن كرو هناك خطفها من قدام مصطفى عبده وبتطلع برا خط التماس. رمي التماس لصالح مصر. ابراهيم اليوسف، ابراهيم اليوسف لمجدي عبد الغني، مجدي بيرجعها لابراهيم، ابراهيم بناولها لنمرة 15 محمد عمر، محمد عمر طويلة في اتجاه عماد سليمان او الطاهر ابو زيد، وبترجع لحارس المرمى اللي هو ديفيد بريتشت، عمره 26 سنة وطوله كمان 188 سنتيمتر ووزنه تقيل كمان 85 كيلو. مجدي لشوقي،
محمود الخطيب، برضه شوقي، حلو، حول يا شوقي، لكن بيطلعها جريج تومسون. رمي التماس لصالح مصر. ايوه اهجموا يا اولاد شوي. تتنفذ رمية التماس مع عماد سليمان، ارضية مسكها المدافع اداها لسافيج، تتقطع. كملوا الضغط، خليكم اضغطوا. بتطلع برا رمية التماس الان لصالح من الطاهر ابو زيد، لصالح امريكا، لصالح الولايات المتحدة. تتنفذ رمية التماس، تتنفذ رمية التماس، بياخدها مجدي عبد الغني. مجدي عبد الغني لشوقي غريب، شوقي من بعيد بجرب، من بعيد بجرب شوقي، حلو هيك. لازم لما يتسجل هدف التعادل بتتنفس معنويات اخواننا ابناء العم سام، وبعدين نمضي من ذلك الى الفوز. بيقطعها كيفن كرو، يفلت من هداك، تيجي لعماد سليمان. يلا يا عماد، عماد للخطيب، عماد برضه، يا سلام يا سلام، بيطلعها كيفن كرو، والخطيب اظن هذيك الدبل كيك هذه للخطيب. هاي عماد، كيفن كرو هناك بالراس، هجم عليه مجدي، وهذا الخطيب بيعملها دبل كيك وبتطلع برا. يستطيع الامريكان في خطأ هون حصل يبدو. يستطيع الامريكان ان يتنفسوا الصعداء مؤقتا، لانه اذا استمر اللعيب بتوعنا بالهجوم لابد ان يسفر ذلك عن شيء. هجمة للولايات المتحدة الآن، بيقطعها الدفاع المصري، بيقطعها محمد عمر، بيقطعها ربيع ياسين عفوا، تيجي لمجدي، مجدي لشوقي. هاي اللمسة الحلوة من الخطيب. 8 شيكو، لكن إبراهيم اليوسف هناك أخذها من قدامه، وأخذها من قدام ستيفن موير. نمرة 2 بروس سافيج مع رمية التماس، يتنفذ رمية التماس لنمرة 8 شيكو بورجا. شيكو بيحول تحويلات خطيرة هذه، لأنه عمال بيسمحوا له يوصل لخط المرمى ويحول من هناك، وهذه التحويلات الخطيرة.